العالم بكل تأكيد في القارة الأفريقية. سيكون الضغط كبير على اللاعبين، لكن هذه محاولة جول. أيوب يا أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر طويل، أيوب الكعبي يسجل. أيوب لم يستسلم، لم يظهر في الشوط الأول بالشكل المطلوب، لكن مع بداية الشوط الثاني يسجل بدون مشاكل. يسجل أيوب الثالث، الهدف الثالث يسجل ليطمئن المنتخب المغربي على النقاط الثلاث في مباراة أصبحت الآن احتفالية بالتأهل إلى المونديال. في مرمى النيجر سجل الأول والثاني من الكرات العرضية، وجاء الثالث بنفس الطريقة من مسافة أقرب، لكنه عن طريق نفس اللاعب يوسف بالعمري اللي يقدم مباراة غير عادية ويصنع الأهداف. وهذا الثالث يأتي من أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر أيوب لم ينفذ، لذلك تواجد في المكان المناسب وسجل.